السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يسير جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي بشكل قوي نحو تدعيم صفوف الفريق بشكل مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لإثقال قوة المارد الأحمر قبل مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. ونال مصطفى العش إشادة جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد ظهوره بشكل قوي مع فريقه في الفترة الماضية. وهناك تحركات من جانب الإدارة الحمراء لبحث موقف إدارة فريق زد من بيع اللاعب والمطالب المالية التي سوف يتم تحديدها لبيع مصطفى العش. ويعتبر مصطفى العش من أبرز العناصر التي نالت إعجاب الإدارة الحمراء في الفترة الماضية، كما يجيد المشاركة في أكثر من مركز في المستطيل الأخضر مثل المساك والظهير الأيسر. شرطة الأهلي خلص مع زين الدين بالعيد. وكان النادي الأهلي قد حسم اتفاقه مع زين الدين بالعيد نجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري لضمه لمدة 4 سنوات، وذلك مقابل $1,200,000 في الوقت الذي سوف يحصل خلاله المحترف الجزائري في الموسم الواحد على $800,000. كما سيتم وضع بند في العقد يمنح الفريق الجزائري نسبة بقيمة 10% حال إعادة بيع اللاعب. ويعتبر زين الدين بالعيد من الصفقات التي فضل مارسيل كولر ضمها على حساب بعض الصفقات الأخرى التي تم عرضها عليه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.